يا ترى هل في خطوات تساعدني أخرج من أي مشكلة بتقابلني؟ ولا لكل مشكلة حلول معينة؟ ده اللي هتكلم معاكم فيه في الحلقة دي. أهلا بيكم ووحشتوني جدا. النهاردة جاية أتكلم معاكم عن أهم الخطوات اللي ممكن نعملها تساعدنا في حل أي مشكلة. وأول خطوة هقولها لكم هي الدعاء والقرب من ربنا وطلب العون منه. هي أهم حاجة ممكن نبدأ بيها. بعد كده أشوف المشكلة بالظبط وأحددها بدقة عشان أعرف أتعامل معاها. وبعد ما حددت المشكلة بالظبط أبتدي أحط فروض واحتمالات للنتائج اللي ممكن تترتب على المشكلة دي، وده هيساعدني أحط حلول أكتر لأي ظرف ممكن يحصل. والخطوة المهمة اللي بعد كده هي إني مفضلش أقعد أقول ليه بيحصل لي كده؟ طب اشمعنى أنا؟ لأ، اللي هنعمله إننا بدل ما نقول ليه نقول إزاي أخرج من المشكلة دي. ومهم جدا إني أهيئ دماغي للتفكير في هدوء، وده عن طريق إني أنزل أتمشى مثلا أو أقعد في مكان مريح نفسيا الأول، وبعد كده هتكون دماغي مستعدة إنها تفكر تفكير هادي ومنطقي بعيدا عن التوتر. وآخر حاجة هتكلم معاكم فيها النهاردة هي إننا ما نروحش نحكي مشاكلنا لأي حد، وتحديدا لو أنا عارف إنه شخص سلبي، لأن ده مش بس هيساعدني، لأ، ده ممكن يزود المشكلة أكتر ويوترني زيادة. وبس، ده كان كلامي معاكم النهاردة، ولكن لسه حلولي معاكم ما خلصتش. استنوني المرة الجاية هكمل معاكم كلامي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير على الفيسبوك وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب عشان تكونوا أول ناس تشوف الجديد.